اهلا بيك في كورس الفوتو اديتنج. حقيقي انا مبسوط جدا ان انت معايا في الكورس. بص بقى يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم كده. هبدا اول حاجه اعملها ان انا هعمل كتالوج في اللايت روم. يعني ايه كتالوج؟ بالبلدي كده، فاكر المصالح الحكوميه كانوا بيعملوا كل حرف درج، اللي هو مثلا ده الدرج فيه كل الناس اللي بحرف الت، ده درج فيه كل الناس اللي بحرف الب. كذلك احنا بنعمل كده في اللايت روم. انا بعمل كتالوج لكل اوردر عندي بحيث ان انا ابقى منظم الدنيا، بقدر ارجع للاوردر ده بعد كده اي وقت بالكتالوج بتاعه. فتعالى بقى اقول لك ازاي بعمل كتالوج على اللايت روم. دي كده واجهه اللايت روم. فاول حاجه بروح على كلمه فايل وادوس على كلمه نيو كتالوج. هنا بيقول لك انت عايز تسمي الكتالوج ايه. انت ممكن بقى تسميه باسم صاحب الصور، تسميه باسم الفرح، ايا كان بقى الاسم مش هتفرق معانا. انا هسميه اهو واقول له كرييت. ايه اللي هيحصل؟ ان اللايت روم هيقفل ويفتح تاني. بعد كده بروح على الفولدر اللي فيه الفرح او اللي فيه الصور بتاعتك، وهاجي عند الصوره كده، او لو في فولدر فيه الصور كلها تروح جاي سحبه كده بالماوس وحطه على اللايت روم بالشكل ده كده. بعد كده تعمل امبورت. الدنيا بسيطه اهي، سهله. بعد كده هندخل على قائمه الديفلوب دي بقى القائمه اللي فيها كل حاجه. بص انا عايز اركن معاك شويه كده عشان عايز اقول لك انا عايز اعمل معاك ايه. الصوره دي انا اخترتها بالذات لان هي اولا معظم الناس اللي بيصوروا رو، عشان دي صوره رو، بيلاقوا اول ما بيحطوا الصوره على اللايت روم بيلاقوا ان الصوره اغمقت معاهم، ضلمت معاهم، ما بقاش فيها لون. فالصوره مليانه عيوب ومليانه مشاكل. هنعمل فيها حرفيا كل حاجه بحيث ان انت تبقى طالع من الصوره دي انا هعملها معاك من اولها لاخرها انت مفيش حاجه في اللايت روم بجد مش عارفها. وهقول لك على شويه تريكات كده هخلي الصوره دي فيها فعلا فيها كواليتي بجد. انا يعني بنسبه كبيره ممكن ما ادخلهاش فوتوشوب اصلا.